يسعد لي اوقاتكم حبايب قلبي، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم بدي اعمل وصفة سريعة. وقتي ضيق وطلعت على البال الحقيقة، ونحن ما على طول بنعملها، نادرا ما نعملها. انا بعرف يمكن في ناس ما بتتقبل هالوصفة، بس كمان نحن ما كتير بنعملها الا على هيك يستحلك الفترة وفترة، حتى برمضان يعني ما بنعملها كل يوم. وصفتنا هي الكب الني. عندي هون انا اللحمه حطيتها بالفريزر شوي، بيقولوا انه لازم تنحط بالفريزر، وبرجع بطحنها. ما بدي احط لها ثلج الا اذا حطيت لها شي نقطه مي بارده. هلا بشوف من بعد ما اطحنها بشوف كيف بيكون قوامها يعني. وهون حطيت مردكوش، هذا المردكوش نبته عطريه وحبق ونعنع وبصلي، رشيت عليها رشه ملح بسيطه تما اتاكسد. هون حطيت بابريكا حار، بهار حلو، فلفل اسود، وبهار لحمي، والملح. الملح حسب الذوق. هلا عندي هون انا قشرت بطاطا، بدي لي فنج بطاطا مع بس كبه وبطاطا، ما كنت بالبيت ووقتي شوي ضيق. عندي هون شوي من البرغل الناعم الاسمر، فينا نحط ابيض يلي بيحب، ما بدي كتر البرغل. هلا بكفي طحن، بحط البطاطا بالقلي وبكفي الطحن وبرجع لكم. هلا بدي غسل البرغل وانقعه شي 10 دقايق 5 دقايق هيك شي، بس انها ما تضل الحبة عم تقرش. بغسلهم وبرجع بطبق الوصفة انا وياكم. هلا شوفوا لي كيف انا عم حط نقطة قدام نقطة تيصير قوامها كريمي يعني. شايفين كيف؟ هيك نقطة قدام نقطة، بس لاقيها لفت منيح وصارت هيك طرية، بتاخد وبتعطي. ساعتها بوقف، ما بقعد بطحن. ليش بحط المي؟ تتلف وتما تكون تحمى اللحمة من المكنة. شفنا ليه؟ بهالطريقة. هلا برجع بكمل طحن لحديت ما اشوفها هيك صارت بتاخد وبتعطي يعني. هلا هذا قوام اللحمة، شايفين كيف بتصير هيك يعني؟ بشوي بصير بتمغط، عرفنا؟ هلا رح احطهم على جنب، هني باردين يعني، هلا ما رح احطهم بالبراد. رح اطحن البصلة، رح اطحن البصلة والمردكوش والحبق والنعناع. بسم الله. بحط معهم رشة برغل تينطحنوا منيح. ورح احط التوابل كمان. بسم الله. نزل على الاطراف، يكون في شي منه مطحون. شايفين كيف انطحنت؟ هلا بنزلهم فوق البرغل. هلا انا فركت البرغل شوي، رح نزل خلطة التوابل فوق. هلا التوابل انتو حسب ما انتو بتحبوا بتحطوا. في ناس بحطوا كمون، في ناس بتحط فلفل خضراء، هذا ذوق شخصي. شايفين كيف؟ هلا بنزل اللحمة. بسم الله. وبخلطها. هلا رح اخلطها وارجع لكم. هلا خلصت وصفتنا بهالشكل. انا بحطها، كل واحد بياخد على قده.
شايفين كيف؟ واللي بده بيحط زيت. ان شاء الله بتجربوها بتكون على ذوقكم.